المفروض كان المقابله بتاعتي معاك كانت مدتها هتبقى 10 دقايق بس، لكن بروح كويسه جدا. سياده الرئيس قاعد يتكلم معايا مثلا في حدود اكتر من نص ساعه، وكان الكلام عن ان انا استغل شعبيتي في اليابان لتنشيط السياحه في مصر. قد ما كانت مسؤوليه كبيره اتحطت عليا غير الوضع او البوزيشن اللي انا كنت فيه، لكن في نفس الوقت كنت فخور ان انا الوحيد في مكاني ده، وان انا يعني ربنا يقدرني ان انا اكون قد المسؤوليه اللي سياده الرئيس هيكون فيها. وان شاء الله ده اللي شغالين عليه دلوقتي في خطه هتبقى تنشيط السياحه. ان سياده الرئيس نفسه يقابلني، لا دي بالنسبه لي فرقت معايا تماما، فرقت معايا كليا ووزاريا. لا هو مش بعد ما قابلت سياده الرئيس ما ينفعش اقول لي ليه 8 من 15. لا هو ما كانش 15 من 15 ما ينفعش، لان البطوله اللي هتبقى بعد المقابله دي هتبقى اكتر بطوله يبقى مع كل منتظرها. مشروع السياحه واول نقطه حضرتك اتكلمت فيها ده اتكلمنا فيها بالفعل ان احنا زي حتى لو مباراه استعراضيه قدام الهرم في منطقه فرعونيه يقدر يشهدها العالم كله. دلوقتي طبعا مجرد كلام، لكن مش افكار بنطرحها، لكن انا ما اقدرش ان انا اقدم القرار في النقطه دي لان انا ملك الاتحاد. ان شاء الله من هنا هيبدا الاتصال بين هيئه تنشيط السياحه في مصر والاتحاد السوق الياباني في ان احنا يتم تنظيم المباراه دي ان شاء الله. بالنسبه لايه اللي حاصل دلوقتي او ايه خطتي ان انا اعملها، كان اول حاجه ان انا انزل بالتلفزيون ده بالقناه والبرنامج ده مع خاصه بسبب ان هو حصل على اكبر نسبه مشاهده في ضمن البرامج اليابانيه واللي بيتابعها، يعني اقل عدد مشاهدين بيتابعوا حوالي 15 مليون مشاهد. فاول حاجه كان لازم اعمل شعبيه يا جماعه، احنا في عندنا اثار مش موجوده في العالم كله، ممكن تكونوا عارفينها نسيتوها، لا فكروا بيها. وان شاء الله من رايح هيبدا في تنظيم مع هيئه تنشيط السياحه في ان انا انزل بوفود سياحيه لمصر ان شاء الله في